في قناه. في الفيديو ده هنعمل كيك تمر، هنحط فيه حاجات مغذيه جدا وهتبقى كيكه طعمها حلو قوي قوي. اول حاجه معانا كوبايه وربع من الدقيق، معانا شويه من عين الجمل، معانا بقى بلح نقعاه في لبن سخن، لازم يتنقع في لبن سخن واسيبه شويه قبل ما اشتغل على الكيكه. معايا 4 بيضات، ومعايا كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت، بيكنج باودر، معايا فانيلا. اول حاجه احنا هنجيب اللبن بالتمر ونحطه في الكبه ولحد ما نطحنه طحن ناعم، دي اول حاجه هنعملها. بعد ما طحنا اللبن بالبلح زي ما انتوا شايفين كده، هنجيب بقى الدورق معايا، احط فيه 4 حبات من البيض، وهحط معايا الباكوين من الفانيلا، وهحط معايا السكر. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نضربهم بالمضرب الكهربائي معانا. بعد ما اتخلط معانا السكر مع الفانيلا مع البيض، هنبتدي بقى نحط معانا الزيت بالشكل ده كده، نحط البلح مع اللبن اهو بالشكل ده كده. بعد كده بقى نضربهم مع بعض تاني. بعد كده بقى هنحط معانا الدقيق، وبعد كده هنحط معانا البيكنج باودر. بعد كده بقى هنضربهم كلهم مع بعض. القوام بتاعه هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، شايفين قوام الكيك العادي اللي احنا عارفينه. اخر حاجه معانا بقى هنحط حبات عين الجمل، بنبقى مكسرينها، ننزل بيها على الخليط ونقلبها كلها مع بعضها. بعد كده هنجيب معانا قالب بيكون مدهون من الزيت ونحط فيه الكيك بتاعنا، خليط الكيك، شايفين قوامه مش بيقطع معانا، هو بينزل. بعد كده بقى هندخلها على فرن سخن، نكون مسخنين من قبلها بحوالي تلت ساعة، على درجة حرارة متوسطة، بتقعد حوالي نص ساعة و5 دقايق، وبعد كده نطلعها وناكل احلى كيكة. بس قبل ما نطلعها نتست الكيك، نحط السكينة نتأكد انها لو طلعت نظيفة يبقى الكيكة استوت، طلع فيها حاجة من الكيك او عجين او حاجة يبقى هي لسه ما استوتش، بتبقى محتاجة شوية. يكون الشكل النهائي للكيكة لسه طالعة من الفرن، بتهدى شوية نبتدي نقطعها. رب الوصفة تكون عجبتكم. باي باي.